ازاي وصلت لنسبة 10% من الدهون وازاي خسيت 10 كيلو في 20 يوم؟ ده اللي انا هقوله لك في الفيديو ده. ازاي قدرت في اصعب فترة فيها العالم كله اللي هي فترة الكورونا، اللي الجيمات قفلت فيها، اللي كل حاجة قفلت فيها، ان انا اوصل ل 10% دهون واوصل لاحسن شيب يعتبر وصلت له في حياتي، وكمان ان انا افضل اتمرن رغم كل الحوارات دي. يا ترى ايه الدايت اللي انا مشيت عليه؟ هو ده اللي هقوله لك في اخر الفيديو، وكمان هقول لك هل انا انصحك انك تمشي عليه ولا لا. كنا وصلنا الفيديو اللي فات ان ابتديت اتاقلم مع الظروف، وان اي مكان انا شغال فين انا كده كده بتمرن وبظبط الدنيا لحد ما جت الكورونا. كل حاجه بقى قفلت وخلاص والدنيا باظت. الحقيقه ان سبحان الله الكورونا دي كانتش فتره وحشه خالص عليا. دي احسن فتره انا وصلت فيها لشيب جسمي. دي الفترة اللي انا اخدت فيها يعني ابتديت بقى ان انا اذاكر. انا كنت باخد الكورس من قبلها بس ابتديت اذاكر بجد قوي في الكوتشنج. دي الفترة اللي انا ابتديت امرن فيها اونلاين. دي كانت الفترة اللي ابتديت اعمل فيها حاجات كتير قوي هي اللي موصلانا ان انتوا بتشوفوا الفيديو ده دلوقتي. طيب انا عملت ايه؟ فاكرين الحلقة اللي فاتت؟ لو ما كنتوش شفتوها بروحوا شوفوها. يعني كنت قايل لكم ان انا كنت رحت حته اسمها جبل الزيت واشتريت دمبلز، 2 دمبلز، وخدتهم معايا وكانوا حوالي 40 كيلو. نزلت كملت بقى على الدمبلز دي. يعني هم الدمبلز دي كانت تقريبا يعني 40 كيلو حديد. نزلت جبت طارات تانية ونزلت جبت بار وعملت حركة. ابويا الله يرحمه كان هيتشل بسببي وكان عايز يكسر البيت على دماغي. خرمت السقف بتاع اوضتي وركبت عقله زي بتاعت الجيمات. يعني مش عقله اللي هي على الباب دي، لا 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 لا، خرمت الاوضه وبوظتها يعني، وركبت عقله. فبقى عندي جيم في البيت، عقله ودمبلز وبار. عايز ايه تاني؟ يعني كنت اي حاجه في البيت بستخدمها بقى، كراسي بتاع اي حاجه بستخدمها كنت قعدت مثلا اسبوع 10 ايام ما اتمرنش لحد ما وصلت ان انا هعمل كده يعني. وكانت الفتره دي فراغ، انت مفيش اي حاجه تعملها يا باشا. انت ولا هتخرج ولا في جيم، لان انا كنت وصلت لمرحله ان انا حياتي عباره عن شغل، نوم، جيم. لو انا مش بشتغل او مش نايم يبقى انا في الجيم. انا كنت ممكن اقعد في الجيم 5 ساعات والله ما ببالغ ولا بحور. قاعد اتمرن شويه، استرتش شويه، اهزر شويه. كان ليا اصحاب في الجيم كتير. هي حياتي كلها كانت متمحوره حوالين الجيم. حتى لما كنت بخرج مع بتوع الجيم. ففجاه انت سلبت مني يا باشا، انت الحاجه الاساسيه اصلا مش موجوده. فقلت طب تمام. كنت انا ساعتها شغال في فين؟ في السويس. من الحد الاربع في السويس، وبنزل الخميس اخر اليوم، وبقضي الجمعه والسبت هنا وارجع تاني. باخد معايا الدمبلز احطهم في العربيه، اطلع بيهم السويس عشان هتمرن في السويس، ولما اجي راجع احطهم تاني في العربيه وارجع في القاهره ان اتمرن في القاهره. لان مش منطقي طبعا ان انا اروح اشتري دمبلز هنا ودمبلز هنا. وخلي بالكم انا في السويس مش قاعد لوحدي، انا كنت قاعد في الشقه فيها ناس والدنيا يعني احنا كذا مهندس مع بعض. قلت انا الفتره دي مفيش اي حاجه تعمل، انا هركز في المذاكره، هركز في التمرين، وهركز في الدايت جدا. بقيت استريكت في الدايت بشكل مش طبيعي. يعني يمكن اكتر فتره كنت فيها ستريكت، بوزن كل حاجه في اكلي بالجرام. 100 جرام يعني 100 جرام، 70 جرام يعني 70 جرام. لو 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 كارب بشكل مش طبيعي. كنت بنام الساعه 6 المغرب، يعني المغرب جدا اصلي، اخش انام، اصحى الساعه 2 بالليل. انا بقى صاحي، مفيش مخلوق صاحي الساعه 2 بالليل. فانا صاحي معايا الدمبلز بتاعتي، اعمل فطاري والغدا بتاعي او الاكل ببقى مجهزه، احطه في الثلاجه من القاهره، وبسخنه وبخليه معايا اروح بيه الشغل. وببتدي ان انا اذاكر شويه وبعدين اتمرن وبعدين افطر. والايام اللي كنتش بتمرن فيها اللي هي الايام بتاعت الاكتيف ريكفري، ان الاسبوع 7 ايام كنت بنزل اجري فيها في السويس. انزل اجري على البحر 5 كيلو. فكانت فتره يعني، في فترات كده في حياه الواحد بيحس ان ان الفترات دي رسمت حياته. انا دايما بشوف ان الفتره دي على قد ما هي كانت صعبه جدا جدا جدا، الا ان هي رسمت حياتي. يعني حتى انا ساعتها مش عارف انا عامل ايه في حوار الكوتشنج ده، بس من كتر ما انا تعبت في الفتره دي كنت مجتهد جدا وكنت عندي انضباط بشكل كبير. حسيت ان ربنا يكرمني يعني، وحسيت ان انا هنزل القاهره وهعرف اشتغل في القاهره، وحسيت الدنيا هتفتح معايا باذن الله. لان بجد تعبت يعني. انا بجد الفتره دي كانت فتره بقول لكم بصحى الساعه 2 اقعد اذاكر، وبعدين اتمرن واجهز الاكلي، كده اطلع الشغل، اروح ما بتكلمش مع حد، ما اعملش حاجه. طبعا الناس في الشقه مش فاهمين هو ليه الشخص ده منطوي قوي كده. هو الحقيقه مش انطواء، بس انا ورايا حوارات بعملها الصبح بدري او الساعه 2 الفجر، فما فيش.
بس وارجع القاهره بقى ابتدي اتمرن على العقله واستفاد بقى من العقله اللي انا ركبتها، لدرجه ان انا كان التوست بار والحاجات دي مش بعرف اعملها بقى، بس اتمرنت عليها في البيت وبتاع وكده. بقيت ماشي بهذه الطريقه يعني، وكنت منضبط جدا 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 جدا. وبعدين انتوا عارفين ان انا كنت جربت كذا نوع دايت وجربت كل حاجه، فبعدين من ضمن الحاجات اللي كنت بقرا عنها وبتاع الدايت اللي بيستخدموه لعيبه كمال الاجسام والمشاهير في ان هم يخسوا. يا ريت تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لان ده بيفرق جدا 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 ان انا اكمل السلسله دي، فيا ريت ما تنسوش. ففي دايت اللي هو بيعملوه مشاهير ولعيبه كمال الاجسام، ده دايت مشهور جدا للناس اللي عايز تنزل رقم كبير في وقت قصير. ايه الدايت ده؟ دايت اسمه PSMF. انت بتاكل بروتين تقريبا زيرو كارب، مش تقريبا، هو زيرو كارب، وما بتاخدش فاتس برضو خالص يعتبر، واكلك كله معتمد على البروتين. بتاخد وزن جسمك في 3، يعني بتاخد وزن جسمك في 3. فانا تقريبا كنت باخد 300 جرام بروتين which is 1500 سعر حراري. وكنت باكل وجبه او وجبتين، يعني انا جربت في الفتره دي ان انا اكل وجبه واحده بس في اليوم. كنت بعمل صيام متقطع عدد ساعات رهيب. وانا نزلت لدرجه ان انا صحابي كانوا يعني فتره الكورونا كنا بدأنا ننزل وبتاع ومش عارف ايه، كانوا الناس بتشوفني يقول لك انت مين يعني؟ بكلمكم فتره قصيره يعني، ممكن مثلا يشايفوني اول الشهر، اخر الشهر ما يعرفونيش. وعملت انبادي لقيت نفسي 10.3 ولا 10.4 نشفان بقى جامد يعني. حتى وانا بستحمى بعمل كده على كتفي، بعمل كده على دراعي. كنت اول مره احس بالنشفان القوي ده، نشفان. خسيت جدا 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 جدا. طيب هل انا انصحكم ان انتوا تعملوا الدايت ده اللي انتوا بتقطعوا فيه كل حاجه من حياتكم وبتاكلوا بروتين بس؟ تعالوا اقول لكم ايه اللي حصل معايا. اولا انا جالي ديب ديبريشن. ثانيا ما كنتش قادر اعمل اي حاجه. فاكرين المذاكره اللي كنت بقول لكم بذاكرها؟ ما كنتش عارف اذاكر، مش عارف اشتغل، مش عارف اتحرك في الشغل. عصبي جدا جدا جدا، ما عنديش طاقه خالص. حتى التمرين مش عارف اتمرنه. يعني هو حتى في الدايت ده بينصحك ان انت ما ينفعش تتمرن، او لو اتمرنت تتمرن حاجه خفيفه جدا. لان كمان يعني كنت بتمرن في ايام حاجه اسمها الريفيت داي، كان في يوم بقى بفتح فيه شويه في الاكل او بفتح فيه شويه في الكربوهيدرات، كنت بتمرن فيهم. انا كانت خطتي ان انا اعمل 21 يوم، انا عملت 15 يوم بس من كتر ما انا تعبت. كرامبات، جسمي شادد على طول. انا عايز بدوخ. انا عايز اقول لكم ان الدايت ده خطر، ان هو ممكن حتى انت ممكن تموت بسببه. يعني الدايت ده خطر جدا 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 جدا، وما انصحش اي حد انه يعمله. وعلى فكره انا بعد ما بطلته رجعت كل ال10 كيلو اللي انا نزلتهم دول، رجعتهم في اولموست 15 يوم، 10 ايام. وجالي زي حرمان شويه من الاكل الفتره دي، وندمت جدا جدا على PSMF ده. بس كان لازم اخد التجربه واجربه واشوف هو فعلا ماشي ازاي، عشان انا جربت كل حاجه في الدايت وابقى يعني الحاجات فهمتها. ولما حد يقول لي اعمل كذا، او انا مثلا حد يجي يقول لي انا عايز اعمل PSMF، اقول له لا ما تعملش PSMF عشان هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. فانت ليه تعمل دايت في الاخر هيوصلك ان انت برضو ممكن ترجع تزيد تاني؟ ليه تعمل دايت هيوصلك ان انت يجيلك اكتئاب وان انت ممكن تموت اصلا فيها يعني. وكنت الموضوع كان مقلق جدا بقى، ولازم اخد سبلمنتس كتير، ولازم 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 ولازم، وانا شخص عامه قلوق، فما انصحش اي حد يعمله. وما انصحش لان انت كمان بتعمل دايت وفي الاخر رجعت نفس الوزن في اسبوعين. طب ايه لازمته يعني؟ هو فعلا ما ينفعش غير ممثل داخل دور ولازم يخس دلوقتي، او لعيب كمال اجسام هيقف على المسرح. غير كده انت بتعمله وانت بتضيع وقتك. اوفرول دي الفتره وصلنا لفقره الكوت، والكوت بيقول كل الظروف الصعبه اللي بنعدي بيها دايما بيبقى جاي معاها حاجه كويسه، بس انت حاول تدور عليها. فانا الفتره بتاعت الكورونا دي بالرغم ان هي كانت فتره سيئه علينا كلنا، بس انا حسيت ان هيبقى فيها حاجه كويسه واستغلتها واستفدت منها. فشكرا ليكم ان انتوا وصلتوا لحد هنا، واستنوني الفيديو الجاي. سلام.